السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. موديل صيفي خفيف ظريف. هذا الموديل راح يجيكم على القنادر تاع القطيفه كيما راح يجيكم على القنادر تاع الساتان، يعني القماش الصيفي. موديل بزاف هايل، راح تكمليه تم يعني ساهل بزاف. ما عليك غير تتابعي الفيديو من الاول للاخير باش تعرفي على الطريقه كيفاش درنا هذا لوكول. وفي هذا لوكول كذلك اقترحت عليكم عده تزيينات، نتوما خلوا لي في التعاليق اي تزيين اعجبكم. ما رايحش نطول عليكم ونبداو في الفيديو. اول شيء رايح نديرو هو عقده البدايه فوق ابره الكروشي. الخيط اللي استخدمته هنا هو المسلك على 2. انت قادره تستخدمي الحرير. الرقبه تاعي دائريه، رايحه ندخل ابره الكروشي هنايا في القماش. بعدها نسحب الخيط من الجهه السفليه بهذا الشكل، نلف الخيط على الكروشي مره واحده وندير هكذا غرزه حشو. بعدها ندير سلسله واحده، بعدها ندخل في القماش كذلك، نسحب الخيط من الجهه السفليه، نلف الخيط على الكروشي مره واحده ونسحب سلسله واحده. نحاولوا كيفاش نجيبوا المسافه بين هذه وهذه، نحاولوا كيفاش نجيبوهم يعني مقاسات يعني يجوا سوا. بعدها نعاود ندخل هنا داخل القماش، نسحب الخيط ونلفه مره واحده على الكروشي، غرزه حشو، سلسله واحده. نعاود ندخل هنا، نسحب الخيط، نلفه، غرزه حشو، سلسله، ندخل في القماش، نسحب الخيط، ندير غرزه حشو، سلسله، وندخل بهذه الطريقه. رايحه نكمل كامل على لوكول تاعي واليدين بنفس الطريقه. وهنا شوفوا بعد ما دورت كامل على الرقبه تاعي، دورت عليها كامل، لحقت لهنا للاخير. اول وحده درناها ندخل هنا، درت سلسله بطبيعه الحال. بعدها نجي لهذه ندخل فيها، نسحب الخيط وندير منزلقه وسلسله واحده. لاحظوا بعدها ندخل هنا في الفراغ اللي قابلني، اول فراغ هنايا بين هاتين، السلسله اللي درناها بين هادو ندخل فيها وندير غرزه حشو واحده. نزيد ندخل هنا في هذا الفراغ الموالي وندير غرزه حشو الثانيه، وندخل هنا كذلك وندير غرزه حشو الثالثه بهذا الشكل. بعدها ندير سلسله واحده. بعدها هنايا شوفوا انا سبق لي قبل ما نبدا يعني في لوكول تاعي نحرج كامل على لوكول تاعي. انا هنا جبت العقاش، انا اختاريته نديرو في اللون الاخضر والاصفر، يعني ديروا 4 عقاشات في لون، بعدها ديروا 4 عقاشات اخرى في لون، 4 هكذا حتى تكملوا. انت قادره انك ديري لون واحد ماشي مشكل، وقادره ديري كيما درت انايا 4 من لون و4 من لون، وهكذا حتى ديري يعني كميه اللي رايحه تكفيك باش تدوري كامل على الرقبه تاعك. هنا اذا كيما راكم تشوفوا هنايا رايحين نواصلوا الخدمه. هنا بعد ما درت 3 غرز حشو في هذوك الفراغات اللي درناهم، نسحب 4 حبات هامليك في اللون الاخضر. بعدها نلف هكذا باش نعقد عليهم، شوفوا بهذا بغرزه حشو. بعدها ندخل في نفس المكان، ندخلوا في نفس المكان هنا وندير غرزه حشو. بعدها نجي للفراغ الموالي اللي هو هذا وندير غرزه حشو الاولى. نفس الشيء نجي للفراغ اللي راهو هنا الموالي ندير غرزه حشو ثالثه. وهنا يعني السلسله اللي درناها بين هاتين الغرزتين تما اللي راني ندخل هنا كذلك رايحه ندير غرزه حشو الثالثه بهذا الشكل. بعدها ندني كذلك 4 حبات من الكريستال ولا العقاش. العقاش قادره تستخدمي اي نوعيه حبيتيها، المهم يكون دائري. نجي لهنا شوفوا نزير هكذا العقاش هذا نزيرو لهنا، نلفو على الكروشي هكذا باش نعقد عليهم بمنزلقه بهذا الشكل. بعدها نعاود ندخل في نفس المكان اللي هو هذا، ندخل فيه وندير غرزه حشو. بعدها ندير 3 غرز حشو في الفراغات المواليه. هنا هايليك هنا ندير غرزه حشو الاولى، بعدها هنا غرزه حشو الثانيه،
وهنا كذلك غرزة حشو الثالثة بهذا الشكل. لاحظوا رايحة نزيد ندني 3 حبات من العقاش او العقيق هامليك، نزيرهم هكذا. نحاول كيفاش نزيرهم هكذا بيدي، ونجيب ابرة الكروشي ونلفها هكذا، نلف هذا الخيط عليها وندير منزلقه باش نعقد عليهم ويجونات ما يتحركوش، يجونا شغل معقودين مليح. شوفوا بعدها ندخلوا في نفس المكان، هنا ندخلوا في نفس المكان ندير غرزة حشو، بعدها ندير 3 غرز حشو في الفراغات الموالية. هنا ندير هايليك غرزة الحشو الأولى، بعدها غرزة حشو الثالثة، عفوا الثانية، وهنا غرزة حشو الثالثة هكذا. بعدها ندني كذلك 4 حبات من الكريستال. رايحة نكمل بنفس الطريقة، ندني هاتو الربعة، نجي لهنا باش نعقد عليهم هكذا بمنزلقة. بعدها نعاود ندخل في نفس المكان وندير غرزة حشو، بعدها ندير 3 غرز حشو في 3 فراغات الموالية، هنا وحدة، هنا 2 وهنا 3. هذيك غرزة حشو الأولى، ورايحة نكمل بنفس الطريقة، غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية وغرزة حشو الثالثة، ورايحة نواصل بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الكول تاعي ولا الرقبة ديالي. هاك تحصلوا على هذا الشكل. رايحة نكمل من بعد نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت كامل انا الرقبة تاعي، شوفوا هكذا كما تشوفوا، يعني بين كل مجموعة يكون هنايا 4 غرز الفراغ. انتي قادرة ديري 3، قادرة ديري 2. الا حبيتي مثلا العقاش هذا تحبيه يجيك لاصق كامل، يعني هنا الفراغ قادرة تخلي من 3 حتى ل 4، وكما قادرة تحطي 2 فقط. ندير هنا بعد ما كملتو كامل، درت كامل هذا الدور كما راكم تشوفوا هنايا، لحقنا للاخير دورت عليه كامل من الجهه الاماميه ومن الجهه الوراء. هنا راني لحقت باش نغلق هذا السطر. راني نجي الاول عين درتها هنايا، ندخل هنايا نسحب الخيط بهذا الشكل وندير منزلقه، ارتفع بسلسله واحده للحمايه ونقطع الخيط. ندير عقدة البداية هكذا، درت عقدة البداية فوق إبرة الكروشيه. من بعد نجي لهادو دخلي في أي جهة حبيتيها، نجي لهنا في الوسط ندخل إبرة الكروشيه منا، نسحب الخيط تاعي هكذا بهذه الطريقة، ندير غرزة حشو ولا منزلقة كما حبيتي بهذا الشكل. بعدها نلف الخيط على الكروشيه مرة واحدة، ندخل هنا في وسط هاد 4 حبات تاع العقاش وندير 5 أعمدة بلفة واحدة. العمود الأول، العمود الثاني، دايما كما قلت لكم بلفة واحدة، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس. بعدها رايحه نغلق بنصف عمود، نلف الخيط على الكروشيه مره واحده، ندخلوا في نفس المكان، نسحب الخيط من الخلف ونخرج، نلف الخيط على الكروشيه مره واحده، نخرج كامل من هاد 3 غرز الموجوده فوق ابره الكروشيه بهذا الشكل هكا. بعدها ندير سلسله واحده. من بعد هنايا شوفوا رايحه نجي مباشره هاد 4 حبات هادو، ندخل فيهم بهذا الشكل، ندير غرزه حشو. شوفوا بعدها نفس الشيء، نلف الخيط على الكروشيه مره واحده، ندخل في وسط ال4 عقاشات هادو وندير 5 أعمدة بلفه واحده، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس. بعدها نغلق بنصف عمود، نلف الخيط على الكروشيه مره واحده، ندخل في وسط هذه الحبات، نسحب الخيط من الخلف، نلف الخيط ونخرج من هذه ال3 غرز الموجودين فوق ابره الكروشيه دفعه واحده هكذا. ندير سلسله واحده
نلف الخيط على الكروشي ونجي مباشرة لهنا وندير نفس الخطوات اللي درتهم في هادو الزوج. نكملها معاكم باش تتضح الامور. اذا هنا ندخل هنايا مباشرة، شوفوا في وسط الاربع عقاشات هادو ندير غرزة حشو، بعدها نلف الخيط على الكروشي مرة واحدة وندخل في 4 هاد الحبات تاع العقاش وندير 5 أعمدة بلفة واحدة. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع والعمود الخامس. هادو الأعمدة كما قلت لكم بلفة واحدة. بعدها نغلق عليهم. واش ندير نصف عمود، نلف الخيط على الكروشي مرة واحدة، ندخل هنا نسحب الخيط ونخرج منهم كامل دفعة واحدة، وبعدها ارتفع بسلسلة واحدة. نفس الشيء ندخل في هادو مباشرة بعد ما ارتفعت بسلسلة واحدة، ندخل في وسط الأربع حبات من الكريستال ولا العقاش هذا وندخل فيهم هكذا وندير غرزة حشو، بعدها نلف الخيط على الكروشي مرة واحدة وندير 5 أعمدة بلفة واحدة. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. لاحظوا كيفاش راح يخرج معاكم. كما قلت لكم هنا الفراغات اللي راهم هنايا قادرين تدخلوا فراغين فقط، ولا كما قادرين تدخلوا فقط سلسله واحده، يعني هذو الفراغات راح ترجع لكم اختياريه. هنا شوفوا كما راكم تشوفوا دورت عليه كامل وراني لحقت للنهايه. شوفوا يعني نفس النتيجه. هنا بعد ما درت سلسله واحده غلقت العامل هنايا ودرت سلسله واحده. شوفوا مباشره نجي لهنا الوسط هذو، نجي لهنايا ندير اول شيء ندير منزلقه، ندخل الخيط نسحب هكذا غرزه حشو. اول شيء ندير غرزه حشو، بعدها نلف الخيط على الكروشي مره واحده وندخل في هذا الفراغ وندير 5 أعمدة بلفه واحده. العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، دائما عمود بلفة واحدة، العمود الرابع، العمود رقم 5. بعدها نغلق هاد الأعمدة، نغلقهم بواش ندير نصف عمود. نلف الخيط على الكروشي مرة واحدة، ندخل هنا في نفس المكان، نسحب الخيط هكذا، نلف الخيط على الكروشي مرة واحدة ونخرج من هاد 3 غرز دفعة واحدة هذا الشكل. بعدها ارتفع بسلسلة واحدة ونجي نفس الشيء، يعني العملية تكرر. نجي لهذا الأرض الخامس، بعدها نغلق عليه بنصف عمود، نلف الخيط على الكروشي مرة واحدة، ندخل في نفس المكان، نسحب الخيط، نلف الخيط على الكروشي ونخرج من ال3 غرز هذو دفعة واحدة، سلسلة واحدة، وريحة نجي نغلق العمل هنا. شوفوا نجي لأول سلسلة درناها هنايا، لاحظوا أول سلسلة درناها هنا ندخل فيها، لاحظوا مليح، نسحب الخيط بهذا الشكل، ندير منزلقة بهذه الطريقة وندير سلسلة عفوا هنا غلطنا دقيقة، بعد ما غلقت راح ندير سلسلة واحدة، بعدها نجي لهنا أول سلسلة درناها هنايا، ندخل الخيط ونسحب منزلقة هكذا سلسلة واحدة للحماية ونقطع الخيط. شوفوا إذن النتيجة. في الاخير راني كملت الموديل كما راكم تشوفوا على الرقبه الدائريه. شوفوا شحال خرج شباب. نتمنى الالوان انه يعجبوكم. انتم خلوا لي في التعاليق اسكو وفقت في هذو الالوان ولا لا، واقترحوا عليا الوان واحد اخرين اللي رايحين يوالموا اللون الاحمر. وكذلك انايا حطيت لكم بعض الاقتراحات يعني في التزيين تاع الرقبه تاعكم اللي حابين يزيدوا لها يضيفوا لها تزيين بالعقاش، واللي حابين كذلك يلبسوها فقط كيما راهي يعني خفيف ظريف، لهم الحريه في ذلك. انا زينتها بهذه الحبات بالارجون
كما راكم تشوفوا كاينين كذلك زينتها، عاودت كذلك زينتها وحطيت بعض الاحجار باللون الاحمر. نتوما قولوا لي اي تزيين عجبكم بالبزاف. نتمنى الفيديو تاعي يكون واضح والشرح يكون واضح. نتمنى انكم تدعموني بلي جام. اللي ماشي مشتركه في القناه تشترك في القناه، واللي مشتركين نقول لكم اهلا بكم. نتوما حباباتي، نتوما عائلتي الثانيه، شرفتوا ونورتوا قناتكم. ما تنساوش فقط انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. في الاخير ما علي الا ان اترككم في رعايه الله وحفظه. سلام الله عليكم.